باش عارف علاش ما كتقدرش تكمل نص ساعه ديال القرايه بتركيز، ماشي حيت مكلخ وما كتعرفش تقرا، لا حيت مشتت، والسبب غالبا هو التليفون. وفي هذا الفيديو ما جيتش نقول لك حيد التليفون، جيت نعطيك 5 ديال لي زابليكاسيون اللي ما غاديش تقدر تركز بلا بهم، واللي غادي يحولوا تليفونك من مشتت لاكبر محفز اللي غادي يعاونك في القرايه ديالك. قبل ما تبدا المراجعه استعمل تطبيق جوجل تاسكس باش تكتب شنو خاصك دير وشنو هما الحوايج اللي خاصك تركز عليهم، واستعمل تطبيق اب ديتوكس باش تسد التطبيقات اللي كيضيعوا لك الوقت، اللي باينين واللي ما بغيتش نقول السميات ديالهم باش ما يتقلقوش عليا. فاش غادي تبدا المراجعه استعمل تطبيق فورست. الفكره ديالو بسيطه، كتحدد الوقت اللي غادي تقرا فيه، والتطبيق كيزرع لك شجره صغيره، الا ركزتي حتى تسالي داك الوقت اللي اختاريتي في الاول الشجره كتكبر. يعني التطبيق كيعطيك دافع بصري، ركز كتساوي تربح الشجره، تشتت كيساوي الشجره غتموت. التطبيق الثاني واللي سميتو مايند مايستر كتلخص به الدروس بخرائط ذهنيه باش تبقى المراجعه واضحه. واستعمل تطبيق انكي درويد، ما عرفتش واش نطقتها صحيحه ولا لا، ولكن نكملوا. كتسجل فيه الاسئله والاجوبه باش تقدر تراجعهم بسهوله، ومن بعد كتفتح التطبيق وكتبقى تراجع الاسئله اللي كتبتي وكتحاول انك تجاوب عليهم. التطبيق كيعرف واش السؤال كان سهل ولا لا، وكيعاود يسولك نفس السؤال من بعد 4 ايام، والهدف انه يرسخ المعلومه في الدماغ ديالك. هادشي اللي كاين. السيفي عندك هذا الفيديو، انا متاكد انك غادي تحتاجه، والا كنتي مهتم خلي ليا كومونتير وخلي فولو باش يوصلك اكثر من هذا المحتوى.